كيقولوا الفلوس ماشي هما كلشي، الفلوس ما كيخلقوش السعاده. ارتينين ورد المال يسكر لهنا. L'argent ne fait pas le bonheur. بصح الفلوس ماشي هما كلشي، ولكن نهار ما تيكونوش وكتوقف عليهم يقدروا يخرجوا لك شي مشاكل ما كيطيحوش لك على البال. هاد المشاكل يقدروا يوصلوا كاع انهم ياثروا على السعاده والاستقرار المالي ديالك. هنا خاصك تعرف باللي جميع القرارات اللي كتاخذ في حياتك كتاثر على راحتك الماليه ومستقبلك. مثلا تاخذ كريدي على شي حاجه تافهه، تشري طوموبيل بلا ما تعرف المصاريف اللي كتجي معاها، تشري دار بلا ما تعرف شنو غتوجد ليها الى اخره. سبق وقلنا لكم في السلسله على الميزانيه باللي التوفير جزء اساسي من ميزانيتك. الواحد اللي كيخسر الفلوس بلا ميزانيه بلا ما يدير لهم الحساب وما كيديرش على شي يولي صعيب يوصل داكشي اللي كيتمنى ويحقق اهدافه. وقيلا بديت كنفهم الاهميه ديال دوك الاهداف وعلاش ما وصلش داكشي اللي كنتمنى. هانتي فهمتي. ايوا على سلامتك. ما علينا، دابا بغيتي تعلم توفر وما عرفتيش منين تبدا، راك في المكان المناسب. عمرك تقول صافي فات الفوت ولا وضعيتي صعيبه. كلشي كيجي بالانضباط والاراده. Il est jamais trop tard pour bien faire. في هذه السلسله على التوفير غادي نشوفوا اهم القواعد اللي خاصك تتبعهم باش يولي التوفير حاجه عاديه في حياتك. غنشوفوا حتى الاغلاط اللي خاصك تفاداهم الا بغيتي توفر بطريقه صحيحه، وغنقدموا لكم مختلف منتجات التوفير المتوفره عند البنوك ولا شركات التامين. في هذا الفيديو الاول غادي تشوف معنا 5 القواعد اللي غيعاونوك توفر بطريقه سليمه. نبداو على بركه الله. القاعده الاولى، حدد الاهداف. باش توفر خاصك من دابا تحدد الاهداف اللي باغي توصل لهم، وبهذه الطريقه غادي تشجع اكثر وتزيد من الحظوظ ديالك باش تحققهم. مثلا توفر لدوائر الزمان فون دورجونس، توفر باش تبدا المشروع ديالك، باش تسافر الى اخره. الاهداف كتختلف من شخص لاخر، وباش تحققهم خاصك تحطهم قدام عينيك وتخدم عليهم. كتبهم ودير قدامهم المبلغ اللي غادي خصك تجمعه. نعطوك مثال، نفترضوا عندك سالير ديال 3000 درهم، صندوق الطوارئ ديالك فيه 8000 درهم وبغيتو توصلوا ل 10000 درهم. صندوق الطوارئ كيتحسب بهذه الطريقه، الصالير ديالك كتضربو في 3 ولا في 6 والمبلغ اللي خرج لك هو اللي كتجمعو. شكرا حنان. وفي هذه الحاله وفينا على صندوق الطوارئ، ولنفترض انه عندك هدف اخر، تشري تليفون اللي كيدير 1500 درهم. اذا عندك زوج ديال الاهداف. شفتي السلسله على الميزانيه طبقتيها على الوضعيه ديالك، وبهذه المناسبه الا مازال ما شفتيهاش رجع شوفها هو الاول باش تعرف كيفاش دير الميزانيه. نفترض انك درتيها، نقصتي المصاريف والمداخل وكتشات لك 450 درهم. هذيك 450 درهم غتبدا توفرها للاهداف ديالك على حسب الاولويات. شويه غتحطوه في صندوق الطوارئ وشويه غتحطوه باش تاخذ التليفون. غتكون ضربتي عصفورين بحجر واحد. جرب هذه الطريقه ورد علينا الخبر، حيت التوفير بلا هدف صعيب ما كيوصل فين، راه بحال كتخوي الماء في الرمله. القاعده الثانيه، وفر عاد صرف. نعاودوها، درتي الميزانيه، نقصتي المصاريف المداخيل ديالك الشهريه، شاتت لك واحد لاصوم، غتبدا توفرها من الاول الشهر قبل ما تبدا تصرف. وفي حاله ما كيشات لك والو، المبلغ خرج لك صفر ولا تحت الصفر، يعني ساليتي الشهر غير بالكريديات. ضروري تخدم على مصاريفك، تعاود فيهم النظر وتحسنهم من جديد. هو تقدر تحاول توفر بالمبلغ اللي كيشد لك في الاخر ديال الشهر، وهذا الشيء لا شات لك شي حاجه، وبهذه الطريقه راه غير كتغامروا. ها اللي قلنا، اهم حاجه هي تصرف في الضروريات، اي المصاريف اللي ما يمكنش تستغنى عليهم، وتخلي واحد المبلغ للكماليات بلا ما نوصيوك بالقياس. فاش كتحط مبلغ للتوفير في الاول الشهر كتفادى تخسرو في الخوال خاوي، وغادي تفادى تجاوب على السؤال اللي كلشي كيطرحو في الاخر الشهر، اللي هو فين مشاو فلوسي. والله الا كان عندي الفلوس، والله الا كان عندي الفلوس. القاعده الثالثه، النظام والانضباط. المبلغ اللي غادي توفر لدوائر الزمان خاصو يكون مفرق على المبلغ اللي غتوفر لهدف معين. يمكن يكون مشروع شخصي ولا توجد للتقاعد الى اخره. لكل هدف توفير خاصك تختار الوسيله المناسبه. الهدف من هذه المرحله هو تفادى تخلص فاكتوره ديال شيبان جعلها غفله لطوموبيلتك بالفلوس اللي وفرتيه باش تشري دار. بقى معنا حتى الاخر باش توضح لك الصوره اكثر. القاعده الرابعه، انسى العشوائيه. مع التوفير انسى شي حاجه سميتها العشوائيه. الاغلبيه منا عند راسها ضابطه الامور. انت كاع وفرتي هذاك المبلغ حطوه مع فلوسك اللي كتستعمل يوميا، سواء في الكونت الجاري ولا في الدار. داك المبلغ اللي كتوفرو كتخيلو في راسك وعند راسك راه مأمن وما غاديش تقيسو.
هذا غلط كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس. نتمنى تبدلوا هذه طريقه التفكير في نهايه الفيديو. وكيفاش؟ تبعي معايا، انا غنشرح لكم في القاعده الخامسه. امن فلوسك. في بلاصه ما تحط المبلغ اللي كتوفر في الحساب الجاري ولا في الدار، راه الفلوس اللي كتحط في الدار كتشكل خطر كبير. بلا ما ندخلوا في التفاصيل، اختار الوسيله الاكثر امانا والمناسبه لاهدافك، بحال حساب التوفير، الوديعه لاجال، عقود تامين. هاد الوسائل كاملين غادي نشرحوا لكم وحده بوحده والاستعمال ديالها في الفيديو الجاي. بقاو على القرص وما تنساوش بارطاجيو باش تعم الفائده.